علاش اضطرابات الجهاز الهضمي تكثر نهار العيد؟ امراض الجهاز الهضمي نشوفوها برشا اول ايام العيد، وهذا ناتج على زوز اسباب. اولا الجهاز الهضمي اللي تعود بريتم معين خلال فتره الصيام لمده شهر كامل. ثانيا كثره استهلاك المواد السكريه كيما المشروبات الغازيه والحلوب او المواد الدهنيه اللي يصعب الجهاز الهضمي انه يمتصها. هذاك علاش اول ايام العيد نشوفوا برشا اعراض كيما الجاير، الامساك او العكس القبض، انتفاخات، غازات، عسر في الهضم. وباش نجنبوا المشاكل هذه الكل لازمنا نتبعوا بعض النصائح. اولا لازمنا نرجع تدريجيا للريتم الغذائي العادي، بمعنى انه الوجبات لازمها تكون كميات قليله، خاصه وجبه الافطار يوم العيد الصباح اللي لازمها تكون وجبه خفيفه. ثانيا لازمنا نستهلكوا كميه كافيه من الالياف، وخاصه لازمنا نشربوا كميه من السوائل خلال 24 ساعه تكون كافيه. لازمنا زاده نقصوا من استهلاك القهوه والتاي، لانه الاستهلاك المفرط يزيد من حموضه المعده ويزيد احتماليه اصابه الجسم بالجفاف. نوصيو زاده على ممارسه نشاط بدني ولو خفيف، خاصة المشي بعد ما نكونوا استهلكنا الوجبات. النصائح هذه تهم الناس الكل، وخاصة العباد اللي عندهم أمراض مزمنة في الجهاز الهضمي أو أمراض مزمنة كما السكري وضغط الدم. نصيحة أخرى، النظام الغذائي المتوازن لازم يكون في رمضان ومن بعد رمضان، وإن شاء الله عيدكم مبروك الناس الكل.